ازاي تكبر الويب سايت بتاعك من يوزر واحد لمليون يوزر؟ خليني اشرح لك. في البدايه الموضوع بيبقى بسيط، عندك سيرفر واحد حاطط عليه الويب اب وحاطط عليه الداتابيز، وطول ما عدد المستخدمين عندك قليل الدنيا هتبقى ماشيه زي الفل. بس اول ما الترافيك يزيد السيرفر هيبدا يتخنق، وده ليه؟ لان الداتابيز والويب اب بيتشكلوا على الريسورسز، فبيتخانقوا على نفس السي بي يو ونفس الرام. فاول خطوه صح تعملها هنا انك تفصل الويب اب عن الداتابيز، يعني تحط الاب على سيرفر والداتابيز على سيرفر تاني، وبكده تقدر تكبر كل واحد لوحده على حسب هو محتاج يكبر فعلا ولا لا. السؤال بقى نعمل سكيل ازاي؟ في عندنا طريقتين. الاول فيرتيكال سكيلينج، وده معناه ان احنا بنجيب سيرفر اكبر برامات اكبر وسي بي يو اكبر، والطريقه دي سهله جدا ومش محتاج ان انت تغير كتير يعني في الابلكيشن بتاعك. بس عندها مشكله طبعا، وهي ان انت عندك ليميت، فمهما كبرت هتوصل للليميت ده في الاخر. وكمان لو انت عندك سيرفر واحد بس فعندك سنجل بوينت اوف فيلير، يعني لو السيرفر ده وقع الموقع بتاعك كمان هيقع. الحل التاني وهو الهوريزونتال سكيلينج، يعني بدل ما بتجيب سيرفر ضخم بنجيب سيرفرات تانية صغيرة، وساعتها بنحط قدامهم لود بالانسر، وده بيوزع الترافيك على السيرفرات دي. الخلاصه السكيلينج مش معناه ان احنا بنكبر السيرفر، اوقات الحل بانك تجيب سيرفرات صغيره وتوزع الحمل ما بينهم، بحيث ان لو واحد منهم وقع الباقيين يشيلوا. بس استنى، اوعى تفكر ان بالطريقه دي السيرفر بتاعك بقى مستعد لمليون يوزر. احنا كده حلينا مشكله الاب، لسه المشكله الاكبر والاصعب وهي الداتابيز، واللي هنتكلم عليها في الجزء الثاني.